5 حاجات محتاجه تعرفيهم لو انت جديده او قديمه في مجال الاهتمام عامه. اول حاجه، مش معنى ان بلسم الشركه ديت حلو يبقى اذا كل لاين الشركه دي حلو. يعني لو شركه عندها حمام كريم حلو جدا 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 وانت جربتيه وعجبك بشكل مش طبيعي، مش شرط الشامبو بتاعهم يطلع حلو جدا جدا، لان هم ممكن يكونوا ما اتقنوش التركيبه بتاعه الشامبو زي حمام الكريم. تاني حاجه، مش دايما المنتج اللي بينفع مع نص بلوجرات مصر يكون نفع معاكي، او حتى لو نفع مع عيلتك كلها يكون برضو لازم ينفع معاكي. ببساطه انا ممكن اكون بحب الماده الفعاله اللي موجوده في البرودكت ده زي مثلا كريم تفتيح، بس انت اساسا عندك حساسيه منه، فهو اساسا مدمر لك بشرتك، بس هو تحفه مع بشرتي. انا مش كدابه وانتي مش كدابه، بس احنا مختلفين وربنا خلقنا كده. تالت حاجه، المنتج اللي يزعلك ارميه. لا بكلمك بجد، المنتج اللي يضايقك، يكسر لك شعرك، يجيب لك حبوب، ما يليقش على بشرتك، تحس انه مخليكي حاسه باكلان في وشك، يا جماعه ارموه. الاستمراريه يا جماعه، اي منتج اقول لكم عليه حلو او وحش انكم تستمروا عليه ده اهم من اي حاجه. مهما كان المنتج غالي، مهما كان سحري، مش هيديكي النتيجه من اول مره ابدا، لازم تستمري عليه. ركزوا معايا في اللي جايه دي، منتج كل الناس بتشكر فيه وانتي نفسك لاقيه نتيجه منه، بس ممكن تشوفي منه نتيجة مضاعفة لو استخدمتيه صح. وده ببساطة عشان 50% من جودة المنتج بتبان عن طريق الاستخدام الصح. وبس كده.